قرية سلة الزهور، حيث تتربع على سفوح الجبل الوسطاني، ويمر وسطها وادي سلة الزهور، وتطل على سهل الغاب. وهي قرية تقع على الطريق العام بين اللاذقية وحلب، تتبع إداريا إلى جسر الشغور، وتبعد عنها حوالي 10 كيلومتر في محافظة إدلب. ويبلغ عدد سكانها 3000 نسمة. يعمل أهلها بالزراعة وتربية الحيوانات، وكذلك يعملون بنقل البضائع بين المحافظات. وكذلك فيها حصادات لجني محصول القمح في سهلي الروج والغاب. يوجد في القرية مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية. أما العشائر وأسماء العائلات فهي آل جعفر من عشيرة الرشوان، وآل الحجي من عشيرة شيخان، وبيت سمعو من عشيرة شيخان أيضا، وبيت عزيز من عشيرة علي زرع، وبيت الشيخ من عشيرة ملان. وصلتني هذه المعلومات من الأستاذ موسى عثمان، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. كل التحية لأهلنا في قرية سلة الزهور.